أبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. يعني في الوقت اللي احنا هنطلع نقول فيه ايه السواد اللي انتوا عملتوه ده، وهنطلع بقى نشتم ونسب وبتاع ومش عارف ايه، والواد كوكا اللي ما عملش اوفر، ومروان اللي مش عارف يسدد ومش عارف والتغيير اللي مش فاهمينه، انك تطلع امام نتفاجئ ان الاهلي يعملها. ايه ده؟ ايه السيناريو ده؟ صلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ ايه السيناريو ده؟ انا ما شفتش دوري يعني حصل فيه الكلام ده كله. دوري جاي من زمن تاني، مفاجأة تنظيم ربك. انا اخر المباراة في الكورنر الاخير اللي كان ليهم بقول يا رب تكمل كده ما يجيش فينا جول. هوب تك 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 مروان اوفر لياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم ايه اللي موقفه هناك؟ ايه اللي معادك هنا يا ابني؟ ايه اللي موقفك؟ انت شغال راس حربه؟ يعني انت مطلع كوره من المهاجم بتاعهم، مطلع كوره هدف في خط ال 18. انت النهارده مطلع هدف وجايب هدف. الهدف ده والتريحه بتاعتك دي لوسام. انجز. يعني انا مش متخيل السيناريو ده يا جماعه. انا طالع بقى ايه؟ هغلط والله. يعني انا طالع بقى متنرفز هتجنن. ايه اللي انتوا بتعملوه دوت والهدف اللي جه فينا دوت ومش مش هنتكلم في فنيات، انا بتكلم في عظمه الله وتنظيمه. انت يا بيراميدزاوي يا زملكاوي، ايه اخبارك دلوقتي؟ عامل ايه دلوقتي؟ تكه نقطه من فاركو بمشيئه الرحمن، نقطه واحده. انتوا جايبين هدفين واحنا متعادلين وخايفين. انا كنت مرعوب يركب بقى هو يفوز، يبقى راح منك، يبقى بيراميدز بقى هو نقطه زياده، هيموت نفسه بقى المباراه اللي جايه مع سيراميكا وبتاع. سبحانك يا رب. اخر ثانيه. وبعدين يا حكم يا فاجر، الشوط التاني ده 10 تغييرات وبريك دقيقتين 5 دقايق. ايه انت ما حسبتش اي وقت ضايع؟ ده انت قعدت تعمل كده على الفار مستني القرار بتاع ضربة الجزاء اللي كانت لقفشه، قاعد مستنيها بتاع دقيقة، وفاولات وتضييع وقت وبتاع وتغيير 10 يا فاجر، 10 لاعبين من الفريقين ودقيقتين بريك. عدوا الدقيقتين وشوية تحسب 5 بس. يعني لو الزمالك اللي محتاج الكلام ده ما كنتش حسبت ربع ساعة. ده ايه ده؟ وايه الفاولات اللي انت بتسمح بيها دي؟ ايه الفاولات دي؟ ده اللعيب ده جراد الشرق اتكسح، مش مخلينه يستلم. بس طبعا وسام عملها سيناريو وامام انا اللي كنت هتجنن، وكنت طالع بقى لعماد النحاس هقول له ايه اللي انت عملته ده؟ انت منزل بدل ما تطلع كوكا اللي ما عملش اوفر وتنزل علي معلول، تطلع امام. ده ما كانش فيهم غير امام. لكن سبحان الله مش هنقدر نتكلم. عماد عملها. عماد 15 بونت من 5 مباريات، 3 في 5 ب 15. فول تانك. الدوري ده زي ما ياسر ابراهيم ضيع مننا البطوله الافريقيه بالكره اللي جت في رجله دي وجت هدف. سبحان الله، ربنا عامل البطوله بتاعت الدوري دي تبقى باسم ياسر. يعني المباراه اللي فاتت مطلع كره من على الخط اخر دقيقه كان خلاص انتهى الموضوع. النهارده انقذ هدف وهو اللي عامل الاسيست. البطوله دي مش عارفين نحسبها بتاعت مين، نحسبها بتاعت امام ولا نحسبها بتاعت ياسر ابراهيم ولا نحسبها لعماد النحاس ولا نحسبها لامام عاشور. مش عارفين مين ولا مين. ايه الجمال ده؟ احنا كنا نسينا البلس 90 دي خالص. ده كولر ربنا يسامحه نسهلنا ما بقناش خلاص، ما بقاش فيه ثقه فيها. النهارده الاهلي البطل، يا سواد الحلل عليكم. انا حاسس بيكم والله العظيم،
حاسس بيكم. انتوا ربعكم بقى يطلع المستشفيات. الصدمه العصبيه دي كانت صدمه لينا، الهدف ده صدمه لينا. انا ما كنتش يا جماعه السيناريو غريب. انت من قيمه شهر ما كناش مصدقين فرق 4 بونت وبتاع، وقلنا بيراميدز دايس ومفيش امل، وكولر طهقنا في عيشتنا وخلانا شاكين في كل اللعيبه. هوب 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 هوب، من ساعه ما الاهلي ما لعبش المباراه، من ساعه ما قرار الخطيب انك ما تلعبش المباراه، هوب يتكعبلوا يتلطش تك 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 تك، خساره مباراتين ورا بعض مع التعادل الاولاني مع المصري، انتهى الموضوع. بقيت انت اللي فارق. ازاي؟ ربك 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 لما يريد كده. ايه اللي بينك وبين البطوله؟ نقطه، نقطه. طبعا احنا مش هنلعب على نقطه، لو لعبنا على نقطه هنخسر المباراه، لكن بقت نقطه وجبنا لهم نقطه النهارده. انا حاسس ان الاهلي عامل زي ما يكون فتح عك النهارده. الفرحه بتاعت الهدف دي انا ما حسيتهاش قبل كده. من العدم، من العدم. بقول لكم انا طالع مستعد وعمال ايد البلاوي. بقى هطلع بقى ايه؟ لا اما اطلع النهارده وادي لده وادي لده على وشه، لا اما اهدى كده وما اطلعش النهارده خالص. ما هو انا لو طلعت النهارده كنت هطلع اغلط، اتفاجئ يا اخويا انت وهو يا حبايب قلبي يا اهلاويه محترمين بهدف وسام. الاعجوبه، اعجوبه. هدف المفروض ان يعني اقول لكم ايه، ده في اخر ثانيه، في اخر ثانيه. يعني المفروض ما يسنطروش. يعني انت حسبت 5 دقايق على حوالي تلت ساعه ضايعه، تلت ساعه ضايعه يا حكم يا ظالم، يا ظالم. 5 دقايق. ده انا كنت بقول لو حسب 7-8 يبقى ظالم الاهلي، تحسبهم 5. ربك بقى في ال5 دول الاهلي يجيب الجول. وامام طالع ما عندي انا ما عنديش بقى شعر، هو بقى عنده شعر بقى ما شاء الله عليه، ربنا يديله الصحه ويخليه لاولاده. طالع هيتجنن من التغيير. يعني بيقول هو عماد عمل فيا ايه؟ طب انا عملت ايه؟ طب اشمعنى انا؟ طب هل انا اقل واحد احنا كنا هنطلع نقول كده، احنا كنا هنطلع نقول كده، وبعدين كنا هنطلع نقول برضو كوكا ده شغلته ايه؟ شغلته ايه على المدفع؟ يعني انت كوكا ده مفيش اوفر، فهنطلع بقى نخبط والراجل طالع مخنوق. نتفاجئ إرادة ربك. ربك بقى رب قلوب، رب مش بالشغل بس، بصفيان النية. يعني صفيان النية، وعلى نواياكم ترزقون. النية سالكة لله، ناس شغالة بتتقي ربنا وبتجتهد، وربك بقى هو اللي بيمشيها. ما هو انت ما عليكش ادراك النجاح، انت عليك السعي. اسعى وركز في طريقك. ده كلام لكل الشباب، مالكش دعوه بحد، مالكش دعوه باللي بيحبطوك. انت ركز. ربك لو انت ركزت واتقيت ربنا اكيد ربنا هيكرمك وهيوفقك. لكن اللي بيهبطك ده وبتاعه مش عارف ايه ومركز معاك عمره ما هينجح، عمره ما هينجح. هو مركز معاك انت والغل بيركبه وانت شاق طريقك. انت شاق. انا مش متخيل اللي حصل يا جماعه. انا لحد دلوقتي مش عارف اقول ايه. انا طالع مش عارف اتكلم، مش عارف ايه اللي حصل. ايه المفاجاه دي؟ ايه المفاجاه دي؟ دي مفاجاه اكني خدت البطوله وخلاص. بقول لكم اخر دقيقه بقول يا رب تنتهي تعادل، يبقى كده لازم نفوز في فاركو وخلاص. ما هو كده يبقى خسرنا النقطتين ويبقى ناخد الدوري بفرق الاهداف. يعني بقول يا رب الكورنر الاخير ده اللي رعبني، اللي هو كان شق الطريق من هيبقى خلاص هو هيرايح على الشناوي، عدى من هاني ورايح على الشناوي، هوب لحقه وراح جت كورنر. قلت بس هو ده الهدف اللي بيجي في اخر لحظه. يا رب يا رب ترتد بجون، ترتد بجون. انتوا كنتوا متخيلين الكلام ده؟ كان في حد فينا متخيل الكلام ده؟ الف مبروك للنادي الاهلي. احنا هنقعد لسه بقى نتكلم كتير يعني من هنا بقى لحد مباراه فاركو. افرح يا اهلاوي، خلاص هي كده نقطه واحده وان شاء الله الاهلي هيعملها. الف الف مبروك للاهلاويه، فرحه كبيره وربنا دايما ينصر الاهلي
عشان نواياه السالكة، والراجل المحترم محمود الخطيب، الراجل اللي عمره ما طلع غلطة ولا عمره ما غلط في أي بني آدم، ولسانه ده ما يعرفش إلا الكلام المحترم. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.